اليوم يا جماعة أنا حزين لأنه قررنا نبيع لاعب من أفضل لاعبين ريال مدريد بالموسم الماضي. لاعب بيلعب بكل المراكز والمزاد راح يبلش بس ب50 مليون دولار. هلا في لاعبين بريال مدريد بيلعبوا بكل المراكز، الأول هو بيلينغهام والثاني امبابي، وأنا بصراحة بدي إياهم الاثنين، فمشان هيك راح فوت بالمزاد واتكل على الله. اسمع لقلك 100 مليون. انا اسف يا جماعه اني طلعتكم بنص المقطع، بس لا شو اللي عم بيصير؟ لايك يا جماعه، لايك، خلينا نوصل هذا المقطع ل20,000 لايك، والله نحن بنجيبها بالعاده. لا تنسى اللايك وتشترك بالقناه بطريقك، وهلا كفي المقطع. نو عم بيقول لك بيلعب بكل الملعب، اكيد بيقصد الاسطوره فينيسيوس جونيور. شوف لقلك انا راح ادفع لك 200 مليون دولار، يعني 200 مليون. فينيسيوس جونيور؟ ولك اولا هو قصده كيليان امبابي، لانه هو اللاعب الوحيد اللي كان عم يلعب بكل المراكز الموسم الماضي. ثانيا شد لي حنكك شوي احسن لك. اسمع لك انا مستعد اني ادفع 300 مليون، يعني 300 مليون دولار. راح انصحك نصيحة صغيرة عشان ما تضيع وقتك. لو بدي بيع رافينيا ويميل يامال والكابنو بدي اخذ هذا اللاعب، فانسحب 400 مليون. انا قررت اني انسحب. اصلا نحن عندنا كريستيانو رونالدو افضل لاعب بالتاريخ، رسميا اللاعب والكابتن والاسطورة فيرلان مندي لاعبا لبرشلونة.